قول لي بقى انت بتحط ايه في الميه دي؟ مفيش حاجه، ميه عاديه، مفيش حاجه خالص؟ ميه عاديه بس ابدا فراخ كده بس. يعني ميه سخنه وخلاص؟ ميه سخنه عاديه عاديه. انت المفروض بتحطها بعد ما تتذبح بقد ايه؟ حطها بعد ما نذبح ما فيش 10 دقايق عشان هو العجل بتاعها هيموت هحطها في الميه. بس هي لها عيار معين الميه ما تطلعش مني او تنزل مني. ايوه قول بقى على اللي هو عيار معين الميه تطلعها كده. عيار معين زي ما تبقى كده برضه شويه شديده بس. الميه تغلي ما تطلعش شعرها من مكانها. الميه بتغلي قوي هتكش. ايوه ميه عاديه تعرف كده شويه. يعني لازم تكون ميه يا دوبك ايدك تطقها. المعلم شريف انا كده تعالي كده معلم شريف اهو يا عم بص اهو معلم شريف والرجول نفس الطريقه كده مع طب انا عايزاك تجيب راس من اولها. خلص كده اول ما تطلع من العجل صح؟ كده لسه سخن معايا باجي بيها هنا كده. كده اتسقطت في الميه السخنه والميه السخنه دي ما فيهاش اي حاجه ولا الهواء اهم حاجه منع اللحمه على الميه هو ماسك اللحمه في الجنب الحاجه فيها عشان ما تتسخنش. ايوه ابدا اتعامل معاها بدات تطلع بدات تنضف اهي. احنا دلوقتي في السلخان سلخانة منوف. مكسر المنوف اهوت معاك عمرو ابو علامه. تعالوا معايا كده هو يا دوبك حطها في الميه سخنه بس ما فيهاش اي حاجه. وطبعا ما تتحطش في الميه كتير عشان طبعا هي حاجات معينه تطلع وحاجات لا. الرجل نفس الطريقه. الرجل نفس الطريقه. هي الميه هي الميه بس هي ديك من رجل بقري مش باينه قوي. كده مرحله التحسين اللي هو بيطلع البواقي بقى اللي فاضله. كده التنظيف بقى اللي الواحده بتستلمها عليه هات الفرشه كده بتكلم كده على التنظيف. طبعا بنعد نشتغل بره. ايوه انا عايزاك تقول الفرشه دي بعدين عايزاك تقول رقمك بقى لو حد هيذبح في العيد. 010. ايوه ولو حد عايز يذبح وما عندوش مكان عندنا المكان ويستلم الذبحه كلها كامله. طيب ماشي. الذبحه مش شفيه. كل اللي ايوه 010 ايوه 6 140 استنى 010 6 140 53 95. اللي عايز يذبح من منوف عايز يذبح وما عندوش من منوف ما عندوش مكان يتواصل معانا. هو عنده المكان. ونوفر له التنظيف ونوفر له الغسيل. تمام. حتى غسيل الكرش تمام استلم مننا بنفس الجوده دي. ماشي. نفس النظام يا باشا كده. ايوه عند طارق ابو فارس منوف عند الشيخ زويل. عند الشيخ زويل مكان للذبيح ومكان لكل حاجه. كل اللي من منوف كل اللي من منوف يجي لي. الشارع الجديد عند الشيخ زويل. شارع الملاح. ايوه عند 100 استنى 0100 4 8 0 7 8 6 الحاج طارق ابو فارس. الحاج طارق ابو فارس ذبيح بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل تنظيف الكرشه والمنبار والراس. بمناسبه العيد ان شاء الله ناس كتير هتذبح وناس كتير بتبقى عايزه محتاسه في الراس وفي الكرشه وفي الحاجات دي. اسهل طريقه ان شاء الله هنعمل بيها وعشان في ناس كتير طبعا بترميها يا خساره.
ان شاء الله هوريكم اسهل طريقه لتنظيف الكرشه والفشه والممبار والراس. ان شاء الله جبنا حله وحطينا فيها ميه من غير اي حاجه، ما فيهاش ولا كربونات بقى ولا اي حاجه من اللي بيقولوها دي، ميه بس كده ويا دوبك تسيق الميه بالعافيه. هنجيب الكرشه اهي، ميه بس من غير اي حاجه. وخلي بالك ما تحطيش الكرشه وتسيبيها عشان ما تتلسعش، لو اتلسعت مش هتنضف. ابتدت تتنضف اهي. خلي الميه الساقعه جنبك كده، لو ايدك سخنه او حته الكرشه سخنه حطيها في الميه الساقعه عادي، مش هيجرى لها حاجه. اهم حاجه الميه يا دوبك تسقيها كده بالعافيه. الميه ما بتبقى سخنه يعني قوي بتخليها تطلع بسرعه. خلي الميه الساقعه، طلعي من ايدك من الميه السخنه تحطيها في الميه الساقعه عشان تعرفي تصمليها كويس كده. تبقى عايزه السكينه حاميه برضه. لما اتنضفت اهي جميله ما شاء الله اهي وسهله. وشوفي يعني بدل ما تترمي او توديها الواحد ينضفها ويحط فيها كيماويات وحاجات مضره، احنا اهو ميه بس، ميه سخنه على النار زي القشطه اهي، وحاجه صحيه وحاجه ما تضرش وزي الفل. خلصتي كده الكرشه صح؟ الراس مش بتحب الميه سخنه قوي، يا دوب مش مغليه يعني زي الكرشه. لا اقل من الكرشه شويه، الميه اقل من الكرشه شويه في السخونيه. هي الكرشه بصراحه تسلم ايدك. لو راس كبيره بقى راس عجل حطيها على صينيه وهاتي من الميه السخنه دي بالراس عليها. بصي اهي. ايه ده فعلا اول ما نزلت الميه بدا الشعر يطلع اهو. اهي بصي. كده نكون خلصنا تنظيف الكرشه والراس، راس اهي والكرشه، وكل سنه وانتم طيبين ويا رب تكونوا استفدتوا.